صباح الخير عليكم، صباحكم معطر بذكر الرحمن. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير، ما عملتش معاكم فيديوهات من زمان. قلت اما اقوم اتنطط معاكم واعمل واتشجع كده، ونغسل المواعين مع بعض عشان اشجعكم معايا. كل سنه وانتم طيبين، ويعود علينا رمضان يا رب واحنا في احسن حال، لا فاقدين ولا مفقودين. يا رب تسعدوا وتتهنوا وينجح لكم ولادكم ويبارك لكم فيهم يا رب. يا رب اللي نفسه في حاجه يحققها، اللهم امين. ادعوا له دعوه حلوه من قلبكم، بقى محتاجه دعواتكم. الايام المفترجه دي الدعوات فيها مستجابه. عايزه اقولك ان مفيش حد في الدنيا دي سند لحد، السند الدائم لنا هو لربنا، هو اللي بيقومك من محنتك ويوقفك على رجليكي. الحاجه الوحيده اللي هتقربك من ربنا صلاتك في ميعادها واذكارك، احسن لك من اي شيء. يا رب ما نتحوج لحد الا لربنا ويوقعنا في ضيق ويفك كربنا، اللهم امين. ومتشجع معايا بقى وتنشط واغسل مواعينك اللي في الحوض وسلم امرك لله. اللهم اني اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك، ولا منجى ولا ملجأ منك الا اليك. وهنا خلصت المواعين بقى، بدأت أشطب الحوض. ربنا يعيننا جميعا يا رب، اللهم أمين. وهنا بقى بدأت أجهز الفطار. قلت اما أقللهم بطاطسية كده يفطروا بقى، العيال قاعدين أجازة نص السنة. على فكرة قلية البطاطس حلوة أوي يا ولاد، في الحلة مش بتعك البوتاجاز ولا تبهدله. البطاطس اليومين دول جميلة أوي في القلية، نعمة ربنا يدومها علينا ويحفظها من الزوال. بعدين بدأت أجهز بقى رشة دقة بسيطة كده ورشة كمون، بطعمها حلو أوي على البطاطس. وحتة جبنة بقى، وقطعت خيارية وطماطماية وبصلة خضرا بقى، أهم حاجة بتنفع في اليومين دول في البرد ده. واهم حاجه بقى كوبايه الشاي، ما بعرفش ابدا يوم الا بيها. ربنا يجعل عندكم الخير دايما عامل يا رب، اللهم امين. فطرنا بقى والحمد لله واحمد ربنا، وقعدنا نستريح شويه بقى مع نفسنا، وبعدين بقى ايه قمنا نجهز الغدا. انت عارفين ان نهار الشتاء قصير بقى، بنقوم ايه بنقوم لك بنقول قوم من على فطارك جهز عشاء. اول حاجه بقى كده مسكت الرز نقيته ونضفته كده من اي حاجه فيه. نقي الرز بتاعك كويس، ما تسيبش في اي حاجه خالص. وبعدين حطيته في بوله بقى عشان اغسله. بدأت اغسله كويس. دايما اول ما تقوم من النوم اغسل الرز بتاعك ونضفيه وحطيه في جنب. وبعدين بقى كان جالنا سمك للشوي كده زي ما انتوا شايفين، نزلته في بوله كده عشان اغسله وانضفه كويس تحت الحنفيه. عودي نفسك لما يجيلك سمك لازم تغسله وتشطفيه قبل ما تشويه، او انت بس انا رايحه توديه برده عند حد يشوي لازم تكوني شاطفاه كويس جدا، لان مش ضامنين الميه بتاعته جايه شكلها ايه. وهنا بكون خلصت بقى غسيل السمك زي ما انتوا شايفينه كده. اسيبه يتصفى بقى شويه وعبال ما انا اجهز بقى الرز. قلت بقى اما اعمل كام لقمه رز بشعريه. طبعا السمك المشوي عايز جنبه رز بشعريه. افضل اقلب بقى في كده في الشعريه لما توصل للون اللي انتوا شايفينه ده. اقلب بقى الرز كده مع الشعريه لحد ما يتفلفلوا مع بعض خالص. وبنزل عليهم بقى بملح واقلبهم تاني مع بعض. وبنزل عليه بقى بميه سخنه على طول عشان ايه الرز معايا يجي معايا بسرعه، والرز يطلع معاكي مفلفل. وهنا ما شاء الله الرز نشف زي ما انتوا شايفينه معايا كده. بدأت انا اجهز بقى ايه التتبيله بتاع السمك. معايا فصين من الثوم، قرن فلفل احمر على اخضر، بهارات بقى كمون كزبره شطه. حطيت الملح وهدقهم بقى مع بعض واوريهولكوا تاني. بعد ما دقتهم كده انزل عليهم بقى بعصره ليمون، وانزلهم بقى في الحاجه اللي انا هملح فيها السمك. وكده زي ما انتوا شايفين السلطه معايا جهزتها اهيت ما شاء الله. وبعدين بقى ايه جيت بقى عشان اشوي السمك. قلبت كده السمك مع الرد زي ما انتوا شايفينه كده. ربنا يجعل عندكم الخير دايما عامر يا رب، اللهم امين، ما يحوجنا لحد.
بدأت ارصص السمكة بقى زي ما انتوا شايفينها كده. طبعا السمك المشوي في البيت حاجة تانية، بيبقى له طعم تاني. ومعايا الفرن حامي. خليكي شاطرة ومدبرة وموفرة. وهنا بقى تفرد السمك في الفرن كده زي ما انتوا شايفينه. وقفلت عليه الباب بقى شوية عشان يتشوى مع بعض. كده الشوى، وبدأت املح بقى عشان ساعة الغدا جهز. خلاص جهزت الغدا، وده كان غدانا النهارده ويومي. يا رب يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك وتعليقك الحلو. الجبر بخاطركم جبر، يتعجب له اهل السماء والارض. دمتم في رعاية الله.